بنبدأ فيلمنا مع جون وهو جندي من الجنود المرتزقة وبيبان انه قوي جدا، لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد عندنا. وبنفكركم بسلسلة قنواتنا لمحب الأكشن والإثارة فيلم من الآخر بلس، واللي محب بوليود عملنا لكم قناة كاملة لمحب الهندي فيلم من الآخر هندي. هتلاقوا رابط الاشتراك تحت في الديسكريبشن. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. بنشوفه وهي بتعترض على أسلوبهم وفي قتل الناس البريئة، فبيجي ستون يؤمر باقي الجنود ان هم يحبسوا جون. بعد كده بنشوف جون وهو مربوط في كرسي ومراته في الكرسي اللي قصاده وهي كمان مربوطه وخايفه جدا. هنا بيجي ستون وبيصوب المسدس عليها وبيهدد جون انه هيقتلها لو ما قالش على مكان الناس اللي هربوا منهم. بنعرف من كلامه ان المدينه اتصابت بفيروس خطير وكان عددهم 5000 ومات منهم 3000 بسبب الفيروس، وفي 1500 مش مصابين. بكده يبقى فاضل 500 شخص مش لاقيينهم. بيهددوا تاني انه هيقتل مراته لو ما قالش على مكانهم، لكن جون بيحاول يفهمه انه فعلا ما يعرفش مكانهم وبيطلب منه يقتله ويسيب مراته. فبيقول له ستون ان هم فحصوا جسمه وعرفوا ان عنده مناعه قويه جدا ضد المرض ومستحيل يضحوا بيه. فبيعرفوا جون انه حتى لو يعرف مكانهم مش هيعترف عليهم. بيتعصب ستون جدا وبيصوب المسدس على مرات جون وبيقتلها، وبعد كده بياخد جون معاه لسفينه كبيره وبيحطه في اوضه للتجارب الطبيه. بيبقى في دكتور مسؤول عنه بيحذره كل ما بيفوق. في يوم بيحلق جون يفوق قبل ما ياخد الحقنه وبيقدر يضرب الدكتور ويهرب من الأوضة، ولكنه بيتفاجئ بستون قصاده بيحدف عليه السكينة وبيهرب، وبيبلغ ستون باقي فريقه بهروب جون علشان يلحقوه. بتبدأ معركة عنيفة جدا بينهم، لكن جون بيقدر يستجمع قوته ويطحن فيهم واحد ورا التاني، وأخيرا بيقدر يهرب من السفينة. وبعد مرور سنة بنشوف جون وهو عايش في كوخ صغير في وسط الغابة، وبيفضل طول الوقت شايف مشهد موت مراته قصاد عينه. بيفضل يتدرب كل يوم ويشيل أوزان تقيلة من شجر الغابة علشان يستعد لأي هجوم. وفي يوم وهو في الغابة قاعد بالليل بيتفاجئ بواحدة مصابة برصاصة قصاده وفجأة بتفقد الوعي، فبيشيلها وبيدخلها جوه الكوخ وبيستنى انها تفوق. ولما بتفوق بيقول لها انه هيشيل لها الرصاصة بس لازم تساعده وتستحمل الألم. بيعرف ان اسمها ماريا، بيديها كاس خمرة علشان تقدر تستحمل، وبتسأله لو كان دكتور فبيقول لها لا، بس هو بيوعدها انه يساعدها ومش هيأذيها. بيقدر انه يشيل الرصاصة من جسمها، ولكنه بيتفاجئ ان الرصاصة فيها جهاز تعقب. قبل ما يسألها مين اللي كان بيطاردها بتفقد الوعي من تاني. لما بتفوق بيعرفها انها ممكن تقعد معاه في الكوخ لغايه لما تتعافى وبعدها تمشي لانه مش ناقص مشاكل يعني في حياته. تاني يوم بيتفاجئ جون ب3 من الجنود المرتزقه بيسالوه عن بنت كانت في الغابه، فبيقول لهم انه عايش لوحده وما شافش حد من كده اصلا. فبيدخلوا يفتشوا البيت، وهنا بينزل جون ضرب فيهم، بيطحن 2 منهم. بيسمع صوت ضرب نار. لما بيدخل الكوخ بيلاقي ماريا خلصت على الشخص الثالث اصلا. بيتعرفوا ان الرشاش ده لقيته تحت سريره، فبياخدوا جون وبيدخل اوضه تانيه وبتبقى البنت وراه، وبتتفاجئ بكميه اسلحه كبيره جدا. فبيفهمها جون انه مش بيحب الحرب وعاوز يعيش في سلام، بس في نفس الوقت لازم يكون جاهز. بتعتذر له على اللي حصل وبتوعده انها هتمشي في اقرب وقت. من الناحيه التانيه بنشوف المقاتله جينا والمقاتل جاك وهما مستنيين ال3 جنود. بتبقى جينا متعصبه جدا وبتشوف قصادها مجموعه من الجنود وبتتدرب يكونوا ضعاف جدا، فبتدخل تضربهم وتموتهم. ولما بيعترض جاك بيقول لها ان احنا بندربهم مش بنقتلهم. بتقول له ان هما كده كده كانوا هيموتوا من اول معركه. بالليل بيبقى جون في الغابه قاعد قصاد النهر. بتيجي ماريا تتكلم معاه، بتعرفوا ان الجنود بيطاردوها لان هم اكتشفوا ان العلاج بتاع الفيروس موجود في دمها وهيعملوا المصل ويعالجوا بيه، اللي هيدفع فلوس بس والغلابه مش هيتعالجوا. بيعرفها جون ان الجنود المرتزقه هم اللي قتلوا مراته. بيعرض عليها ان هم يتحدوا ويقضوا عليهم. بتفرح ماريا جدا بكلامه وبتوافق. بيرجع جون بالذاكره وبيفتكر وقت قبل ما ينضم للجنود المرتزقه وكان عايش مع مراته سعيد. بيحتفلوا بعيد جوازهم، وتاني يوم جون بيبني حصن علشان يحميهم. بتيجي ماريا تتكلم معاه وبتبقى مستغربه جدا لانه مش خايف. بيفهمها ان الخوف ده خدعه، وعلشان يعيشوا بحريه لازم يتنازلوا عن الخوف. بيقضوا وقتهم في التدريب. بيتدرب جون وبيقدر انه يعلمها ازاي تصوب صح، وفعلا بتكون ذكيه جدا وبتقدر تتعلم في وقت قصير. بعد كام يوم بيدخل 3 جنود جداد للغابه، وواحد منهم بيقول للباقي ان في الغابه حطاب قوي بيمنع اي حد من دخول الغابه، لكنه بيقول لهم انه في الاول وفي الاخر انسان والرصاصه تقدر تموته عادي. بيضحكوا وبيكملوا طريقهم لكوخ جون وهم مجهزين اسلحتهم ومصوبينهم ناحيه الكوخ. بيتابعوا جون وبيستنوا انه يدخل كوخه وبيمشوا وراه وهم مستعدين، وفجاه بيقدر جون يخلص على واحد منهم وهم واقفين مذهولين، وبعدها التاني والتالت بيسحب ماريا وبيهددوا بقتلها. بيستخدم سهم وبيضربوا بيه في رجله، وبعدها بيضرب بسهم تاني في صدره بيموته. بعد كده بتساله ماريا لو عنده خطه لان اكيد باقي اعضاء فريقهم، فبياخدها وبيدخلها معاه اوضه
الأسلحة بيوريها كمية أسلحة وقنابل كبيرة جدا هو مجهزها أصلا لليوم ده. بيستعدوا للحرب. بتروح ماريا تغرق الغابة بالبنزين. بيدهن جون وشه زي الجنود المرتزقة علشان يبان مخيف أكتر. بيجهزوا أسلحتهم. لما بتروح ماريا تجيب مية من النهر بتتفاجئ إن وراها عدد من الجنود كبير ومصوبين الرشاشات ناحيتها، فبتترعب ما بتعرفش تتصرف، وبيقدروا يسيطروا عليها وبيتأكدوا من العلامة اللي في ايديها ان دي البنت المطلوبة اصلا. القائد بتاعهم بيبلغ ستون ان البنت خلاص بقت معاهم. هنا بيظهر جون وبيصوب سلاحه ناحيتهم وبينزل عليهم الرصاص زي المطر وبيقضي عليهم واحد ورا التاني. كمان بتتجرأ ماريا وبتقدر تقتل واحد منهم، وبعد كده بياخد جون معاه ماريا للكوخ وبيلمح واحد فوق الكوخ بسرعة بيصوب عليه السلاح وبيموته. كمان بتقدر ماريا تنقذ حياة جون وبتقتل واحد خلاص هيموت جون. من الناحية التانية بنشوف القائد لسه عايش وبيبلغ ستون ان البنت مش لوحدها ومعاها راجل قوي جدا. بيعرف ستون انه لازم يموت الراجل ويجيب البنت حية، لو حصل لها اي حاجة هيموته هو. في نفس الوقت من الناحية التانية بنشوف جون وماريا وهم نازلين طحن في الجنود، وماريا بتبقى متألقة جدا في المعركة بتموت كل اللي يقف قصادها، لكنها فجأة بتتفاجئ بمقاتلة وراها بتزقها وقبل ما تقتلها بتكون ماريا خلصت عليها. من الناحية التانية بنشوف ستون وهو غضبان جدا وبيطلب من جينا تبعت فرقة اكبر واقوى من اللي راحت علشان يجيبوا البنت. فعلا بيبعتوا عدد اكبر من الجنود وبتستقبلهم ماريا في اول طريق الغابة بالرشاش وبتخلص على معظمهم. بعد ثواني بيظهر جون وبيكمل على بقيتهم. بعد كده بيظهر مجموعة تاني عند الكوخ، وهنا ماريا بترمي عليهم سهم كبير من النار وبتولع فيهم بالبنزين اللي كان مرشوش على الارض. في نفس الوقت بيبقى جون ماشي بالسلاح وبيخلص على كل اللي لاقي قصاده. بعد لما بيخلصوا على كل الفريق اللي وصل لهم بيتكلم جون مع ماريا بيعرفوا انه هياخد كل الجثث اللي حواليهم في الغابة ويرميها من النفق. بيبدأ جون يشيل في الجثث. بتهجم عليهم مجموعة تانية وبيدخل جون في قتال معاهم. في نفس الوقت بيبلغ ستون جيانا وباقي فريقه بيأمروا بالهجوم على الغابة بكل قوتهم. بنرجع تاني لجون. بنشوف ان المقاتل جاك هجم عليه وعرف هويته وانه مش مجرد حطاب وان الجند اللي هرب منهم زمان، وبيدخلوا في معركة شرسة جدا وبيقدر جاك انه يضرب جون ويوقعه على الارض، وفضل يضرب فيه بظهر البندقية لغاية لما بيفقد جون الوعي تماما. بعد كده بيروح جاك ياخد ماريا وبيمشي بيها في النفق علشان يوصل لستون. بيتعب وبيرمي ماريا على الارض. بيتصدم لما بيلاقي جون قصاده. بيبقى فاكر انه مات ولكن جون بيرعبه من تاني وبيستجمع كل قوته وبيطحنه. هنا بيستخدم قوة رجليه في انه يخنقها بيها جاك لغاية لما رقبته تتكسر وبيقع يموت على الارض. بعد كده بتفوق ماريا وبتلاقي ان جون متأثر جدا بضربات جاك ليه. ما بيلحقش ياخد نفسه. بيلاقي جينا وفريق كبير جدا بيضربوا عليهم نار. بيطلع جون سلاحه وبتدور حرب كبيرة جدا بينهم، ومن شدة المعركة ما بيقدرش جون وماريا يكملوا. بيهربوا بأقصى سرعتهم وبيستخبوا في مخبأ سري تحت الأرض. بيطلب منها جون إنها تفضل في المكان ده وهو هيخرج يخلص عليهم. بترفض ماريا إنها تسيبه لوحده وبتعترف له بحبها. بتقول لها إنه أكتر حد هي ارتاحت معاه، لكن بيصمم جون على قراره. بيخرج جون علشان يكمل الحرب وبيتفاجئ بمجموعة تانية بتهاجمه، فبيضرب رصاص عليهم وبيكمل طريقه للخروج من النفق، ولكنه بيتصدم بمجموعة أكبر ومعاهم ستون على أول النفق وبيتحط في أزمة كبيرة جدا. هنا ستون بيقف يسقف له وبيعرف فريقه بجون وبيقول لهم دلوقتي انا عرفت ليه كل الجنود اللي دخلوا الغابه ماتوا بالسهوله دي. بيقول لهم ان جون كان جندي معاهم والوحيد اللي قدر يهرب منهم. بعد كده بتيجي جينا ومعاها فريقها وبيبقى عاوز تقتل جون ولكن ستون بيمنعها. بيقول لها جون ان ستون يبقى اخوه وكان بيغير منه لان هو متجوز وعايش حياه سعيده، وعلشان كده قرر يقتل مراته بدافع الغيره، لكن مش علشان جون خاين او حاجه. هنا بيقول ستون لجون انه الناس ان هم اخوات من زمان. بيعرفوا جون ان هم اخوات بالدم، فبيظهر حقد ستون وبيعترف انه بيغير من جون وده لان ابوهم كان بيحبه وبيفضله هو اكتر منه. بيساله جون عن ماريا بيقول له جون انه قتلها، لكن بيبقى ستون عارف ومتاكد انها عايشه لان جون مش بيعرف يكذب او يقتل حد بريء. بيتعرفوا جينا ان هم دوروا عليها في كل حته ومش لاقيينها، وده بياكد انها مفقوده ومش ميته. بيتعصب ستون جدا وبيأمر رجالته بضرب جون بكل قوتهم لغايه لما يعترف على مكان ماريا، وفعلا بينزلوا ضرب فيه ولكن جون بيرفض برضه انه يقول لهم على مكانها. بيستفز ستون وبيقول له انه جبان لانه مش بيحاربه بنفسه حتى وهو كله اصابات ويعتبر نصف ميت. فبيستجيب ستون وبينزل طحن في جون اللي بيبقى مش قادر حتى يصد ضربات من كتر الاصابات اللي فيه. بيقول لستون انه دايما بيحب يعمل نفسه بطل وبيقول له انه بسبب غبائه ده مراته ماتت. هنا بيفتكر جون اللي حصل مع مراته وبيستجمع كل قوته وبينزل ضرب في ستون وبيديله ركلات قويه جدا بيوقعه على الارض. وهنا بيحس ستون انه هيتغلب، فبيأمر رجالته يدوا له سلاح لان ده تحدي ومحدش ينفع يدخل وهم عاوزينه قائد قوي في الاخر اللي هيتبقى هيبقى القائد بتاعهم. فبيسحب ستون سلاح كان مع جندي وبيصوبه ناحيه جون علشان يقتله. وهنا بيشوف جون مشهد موت مراته قصاد عينه وبيجمد
بيجمد قلبه وبيهجم على ستون ياخد منه السلاح ويقتله، وبكده يبقى انتقم لموت مراته البريئة. بعد كده بتتدخل جينا وبتشكر جون انه خلصهم من ستون الغبي، وبتقوله انها كانت عاوزة تخلص عليه من بدري ولكن ما كانتش عارفة تقتله ازاي، لكنها بتعرفه لو ما قالش على مكان ماريا هتخلص عليه هو كمان. لكن الكل بيتفاجئ بماريا خارجة من النفق ومعاها قنابل بتهددهم انها هتفجر المكان كله لو حد قرب من جون، وبتقول لهم انها هتروح معاهم بس ما يأذوش جون. بتوافق جينا لانها كانت عاوزة ماريا بس، وبتسلم ماريا نفسها وبتركب معاهم الطيارة. في نفس الوقت بيبقى جون متضايق جدا انها سلمت نفسها، وبعد لما بتركب ماريا الطيارة بترجع بالذاكرة وبنشوف انها سابت عينات من دمها في ثلاجة جون علشان يصنع منه المصل ويعالج الناس الفقيرة. وفي اخر مشهد بنشوف جون راجع تاني للنفق علشان يرجع يستعد تاني للحرب من جديد. وده كان ملخص الفيلم. اشترك علشان يوصلك كل جديد واشوفكم على خير. يلا سلام.